البنت الصغيرة كانت عايزة تعمل مفاجأة عيد ميلاد لأبوها، فحضرت عشاء كبير بإيديها. استنت كتير جدا بس أهلها مرجعوش البيت. بعد وقت طويل جدا وهي نايمة صحيتها أختها المتبنية. وقتها عرفت إن أهلها خرجوا يتعشوا مع الأخت المتبنية وسابوها في البيت. أبوها بص لها ببرود وقال لها تنظف السفرة، وبعدها شال الأخت التانية ومشي. الأخت المتبنية رجعت بصت لها وضحكت بسخرية. البنت قعدت تعيط. زمان كانت هي المدللة والمحبوبة، لحد ما في يوم الأخت المتبنية ظهرت وغيرت كل ده. وهي زعلانة قعدت تنظف الصحون لوحدها. فجأة ظهر راجل عجوز وقال لها إنه عارفها وإنه جاي ياخدها معاه. البنت افتكرت أهلها ورفض. الراجل ادالها مهلة 3 أيام تفكر. تاني يوم البنت حاولت تدعو أهلها يجوا معاها نشاط في المدرسة، بس أختها المتبنية برضو قالت إنها محتاجة مساعدة أبوها. من غير تردد الأب اختار الأخت المتبنية، وبعد ما الأخت كسبت المركز الأول الأهل قرروا يحتفلوا ويخرجوا ياكلوا سي فود. المشكلة إن البنت عندها حساسية من السي فود. وهي على السفرة أبوها زعقلها وقال إنها بتضيع الأكل وناسي تماما إنها عندها حساسية. البنت حاولت ترضيهم وأكلت جمبري. على طول جسمها كله طلع فيه حساسية، بس أهلها ماخدوش بالهم لأنهم كانوا مشغولين مع الأخت المتبنية في الشوبينج. لما أخيرا لاحظوا كانت البنت في المستشفى، وساعتها ندموا. واتضح إن السبب كله إن واحده قالت لهم إن البنت هتجبلهم نحس، ونصحتهم يبعدوا عنها ويتبنوا بنت تانية تجبلهم بركة، وصدقوا كلامها من غير ما يعرفوا إن الست دي كانت أصلاً أم الأخت المتبنية. وكانت مؤامرة ما بينهم عشان يعوضوها وعدوها يحتفلوا بعيد ميلادها مع بعض. وفي يوم عيد ميلادها حضرت نفسها بكل شوق، لكن لحد آخر الليل أهلها مرجعوش. وقتها الراجل العجوز ظهر تاني، والبنت اكتشفت إنهم مرجعوش لأنهم كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد أختها المتبنية. قلبها اتكسر تاني وقررت تسيب البيت وتمشي.